وامه هنا شافت المنظر وصرخت، راح موجه الطبنجه في وشها ومديها طلقه هي التانيه مموتها. شايف الملاك اللي هيظهر قدامك ده؟ قتل ابوه وامه واخوه وصاحب ابوه. في جرائم لما تسمعها تقول مستحيل دي تكون حصلت بجد، بس لما تعرف التفاصيل هتكتشف ان الشيطان ممكن يلبس وش انسان ويتكلم عادي ويعيش وسط الناس كانه واحد طبيعي، لحد ما يجي يوم ويكتشفوا الناس فيه وشه الحقيقي. انا حسام ابو سليم وده برنامج الملف الاسود، ويلا بينا نبدا القصه من اولها. نيجي هنا بقى في شهر ديسمبر سنة 2023 في منطقة دار السلام بحي القاهرة. حصلت جريمة خلت الناس كلها مش مصدقة اللي سمعوه. قصة غريبة مش بس علشان اللي عملها شاب متعلم ومهندس، لكن علشان المقتولين أبوه وأمه والناس اللي ربوه ضحوا علشانه. وهنا بقى نخش في التفاصيل على طول. اللي يظهر قدامكم ده أحمد محمد، شاب متعلم ومتخرج من كلية الهندسة، ووالده راجل بسيط شغال في تجارة الفراخ. بدأ حياته من الصفر وربى ولاده على الحلال. كان راجل مش متعلم بس تعب سنين عشان خاطر يأمن مستقبل ابنه المهندس اللي كان شايف فيه كل أحلامه، بس للأسف الحلم ده كله طلع كابوس. نرجع بقى لأحمد بعد ما والده تعب وشقى عليه عشان خاطر يأمن له مستقبله وخلاه مهندس. تتخيلوا ان أحمد ما كانش عاجبه وضعه؟ في الفترة الأخيرة ابتدى يتغير وبقى متضايق من حياته ومن عيشة أهله اللي كان شايفهم أقل من مستواه. بقى كل همه دلوقتي ان والده يكتب له البيت اللي هم ساكنين فيه. هنا طبعا والده رفض وقال له ازاي بتكلمني كده؟ ازاي عايزني اكتب لك البيت لوحدك واخواتك دولت ما اكتبلهمش حاجه؟ احمد هنا دخل في حاله غضب شديد وبدا يخطط، وما كانش حد يعرف احمد بيفكر في ايه. بس اللي اتاكد بعد كده ان احمد كان محضر كل حاجه من بدري. وهنا طبعا احمد قعد فتره طويله ما يجيش البيت عند والده اللي هو في دار السلام، لان احمد كده كده قاعد في منطقه تانية، قاعد في شقه تمليك بره. وهنا بقى يبدا تنفيذ المعركه. في يوم احمد اتصل بوالده وقال له اللي هو جاي له يتغدى معاه هو والدته. وهنا والدة احمد فرحت قوي اللي هو جاي يتغدى معاها، فعلشان كده جهزت كل الاكل اللي احمد بيحبه بنفسها. والراجل قعد مستني ابنه اللي محسسه اللي هو جاي عشان خاطر يطمن عليهم، بس الحقيقه اللي هو كان راجع عشان خاطر ينهي حياتهم. وهو قاعد معاهم حاول يفتح نفس الموضوع تاني، واحمد ساعتها كان معاه ورقه وحاول يقنع ابوه اللي هو يوقع على الورقه دي، وكمان عشان خاطر اللي هو عارف ان ابوه ما بيعرفش يقرا ويكتب فاستغل الحته دي. والورقه دي كانت تنازل للبيت لاحمد، وقال لابوه ساعتها اللي هو عقد بسيط، بس الراجل رفض تاني وقال له انا مش همضي حاجه غير لما افهم دي ايه. وساعتها شدوا الاتنين مع بعض، وراح احمد مطلع الطبنجه من جنبه كان محضرها ساعتها ومشتريها مخصوص، وضرب ابوه رصاصه وخليته يقع على الارض في ساعتها ومات. وامه هنا شافت المنظر وصرخت، راح موجه الطبنجه في وشها ومديها طلقه هي التانيه مموتها. وهنا المسدس كان حاطط له كاتم صوت عشان خاطر محدش يسمع حاجه. واحمد ما اكتفاش بكده، دفن جثثهم تحت البدرون اللي في البيت وصب فيهم خرسانه علشان محدش يكتشفهم. وبعدها كمل حياته عادي، بقى يخش البيت ويخرج واكن مفيش اي حاجه حصلت، لحد ما ابتدت الناس يسالوا على ابوه وامه وجيرانه واصحابه، وبالاخص كان في واحد اسمه عبد القوي، والراجل ده كان بيشتغل مع والده. وحاول يسأله على والده بس احمد كان بيرد ردود غريبة وردود كلها متلخبطة. وفي الاخر قال لاخوه، قال للناس اللي هم سافروا الصعيد. طبعا اخوه عارف ان ابوهم قاعد هنا في مصر، ما سافرش الصعيد يمكن من 30 سنة ولا حاجة. وبعد فترة الناس حاولت تسأل اخوه بس الناس ما لقتش برضو اخوه، فسألت احمد عن اخوه فقال اللي هو برضو سافر مع ابوه وامه الصعيد. هنا الناس برضو ما اقتنعتش بكلام احمد وابتدوا يبلغوا الشرطه، والتحريات هنا بدات، والظابط راح البيت لاحمد. واللي حصل بعدها كان اغرب من اي فيلم انتوا سمعتوه قبل كده، لانهم لما فتشوا البيت لقوا اثار خرسانه في البدرون، والخرسانه دي لسه مسبوبه جديد ما بلاش شهر. وبعد فحص المكان اكتشفوا الحقيقه، الجثه كانت ساعتها مدفونه تحت رجل احمد وهو واقف مع الظابط، وكان ساعتها جثه ابوه وامه. وفي تحقيق النيابه اعترف بكل حاجه وقال اللي هو قتل اخوه وقتل صاحب ابوه لما ضغطوا عليه بالسؤال، بس هو كان دافن اخوه ودافن صاحب ابوه في مكان تاني. وبالفعل رجال الشرطه جابت الجثث، والقضيه هنا اتنقلت للمحكمه والناس كلها كانت متابعه، ومفيش حد كان مصدق ان ابن يقتل ابوه وامه علشان خاطر شويه طمع، وكل ده عشان خاطر بيت وعلشان خاطر شويه فلوس. وبعد جلسه طويله اتحكم عليه بالاعدام. وفي شهر 10 اللي فات سنه 2025 اتحول ورقه لمفتي الجمهوريه علشان خاطر تتنفذ فيه حكم الاعدام. شاب كان ممكن يعيش حياته كلها في خير وبركه لو كان عارف قيمه ابوه وامه، لكن اختار يكون قاتلهم، اختار يبني مستقبله على دمهم. علشان كده فضل اسمه مرسوم في عقول الناس كواحد من ابشع الناس اللي ارتكبوا جرائم في التاريخ. ويبقى انا كده خلصت قصتي، وان شاء الله انتظرني القصه الجايه. ولو عجبتك القصه
ما تنساش تعمل لايك وتعمل كومنت جميل. ولو انت اول مرة تتابعني ما تنساش دلوقتي تنزل تعمل السبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس. سلام.